اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الحدث اليوم في مصر والوطن العربي وحلقه جديده من برنامج حلوه الحياه. وحلقتنا النهارده مميزه جدا، هنتكلم عن موضوع جديد لم يتم مناقشته في اي برنامج تلفزيوني من قبل. هنتكلم النهارده عن المزادات. فاكرين زمان لما كنا بنشوف ايام افلام الابيض واسود والمزادات لبيع الانتيكات والتحف وكمان العقارات؟ النهارده بقى هنتكلم عن المزادات لبيع الشقق والعربيات واسرارها وخباياها وازاي اي شخص يدخل المزاد ويستفيد منه. علشان كده النهارده ضيف حلقتنا اللي منورنا استاذ محمد ابو النيل، اشهر بلوجر مزادات في مصر. اهلا وسهلا بحضرتك اهلا استاذ محمد. بحضرتك والساده المشاهدين. نورتنا، وحابين في بنورك. البدايه بقى تعرفنا بنفسك. انا اسمي محمد ابو النيل، من اسكندريه. عندي 31 سنه. عندي شركه ايجارات في الساحل الشمالي، ده شغلي الاساسي. باخد فيلل بالسيزون وباجرها. بس ده كل تمام. حاجه يعني. يعني ايه بقى مزاد؟ بص، هو المزاد ده دايما ممكن يكون شقق، وممكن يكون عربيات، وممكن يكون اجهزه كهربائيه، ممكن يكون خرده. ممكن على حسب الشركه او المصنع او الهيئه الحكوميه اللي منزله المزاد. يعني مثلا لو هنقول مثلا عن شركات التامين، بتنزل عربيات حوادث، هي مختصه بالعربيات الحوادث. مثلا العربيات الجمارك دي العربيات اللي بتكون تبع هيئه حكوميه ملهاش صاحب، بتنزل مزاد. ممكن تكون مصنع بيعمل اعلان عن مزاد مجموعه عربيات عنده، عن مكن المصنع. لو عنده شقق ممكن ينزل عنها مزاد. هو دايما بيكون مجموعه عربيات تبع شركه او مصنع. طبيعي اللي هو مثلا عنده 10 او 20 عربيه خلاص استهلكوا وعايز يجدد، فبيروح جاي منزل العربيات دي تبع، يجيب خبير متمن يتمن العربيات ويروح جاي ايه منزلها مزاد. يعني بدل ما يعرضها للبيع وتاخد وقت طويل، بالظبط كده. ان هو يعمل ايه؟ نحاول يجمعها كلها بيجمعها كلها ويعملها في اعلان واحد ويبيعها في نفس اليوم بقى في مزاد الله وعليه. ينور عليك. بيروح جاي منزلها مزاد، وطبعا بيجيب خبير متمن بيتمن السلعه دي ويشوف سعرها في السوق، وبينزلوا من على السعر حوالي 10% او 15% عشان تتباع. طبعا هي لو نزلت بنفس سعر السوق مش هتتباع، فبتنزل عن السوق حوالي 10%. تمام. طب ايه اللي خلى حضرتك تشترك في المزاد لاول مره وتبتدي تتعرفت عليه ازاي؟ بص، هو انا اول مره طبعا انا بقالي موضوع المزادات ده حوالي 3 شهور ونص. يعني كنت زي اي حد بالنسبه له، حد كان بعت لي اعلان، كان معمول في الجرايد، عن شقق في الساحل الشمالي، وكان في البحر الاحمر، وكان في الجيزه، في كذا محافظه. انا خدت الحته اللي هي تخصني انا ورحت جاي داخل المزاد. طبعا رحت جبت كراسه الشروط، كان المزاد تبع بنك. جبت كراسه الشروط، وبعد كده رحت عملت معاينه للشقه. كانت في الساحل، ولقيت ان الشقه مميزه والشقه مساحتها كويسه. وطبعا كان ناقص اخر حاجه اللي هي السعر. حضرت المزاد، وطبعا قبل ما ادخل المزاد بدفع تامين، اللي هو بيكون مكتوب في كراسه الشروط على حسب بقى اللي هو محدده. دفعت التامين ودخلت لقيت ان الشقه سعرها، يعني انا استغربت من السعر. لقيته نازل عن السوق، لان انا اصلا ببيع في الساحل. لقيته نازل عن السوق حوالي 10% او 20%. فطبعا يعني انا استغربت من السعر، فعجبني الموضوع. والحمد لله الشقه رست عليا، هما كانوا حوالي 12 شقه او 13 شقه. فده كان اول تجربه ليا في موضوع المزادات، اللي انا ادخل مزاد عن شقه، وفي نفس الوقت اروح اجيب كراسه شروط، وبعد كده اروح جاي رايح اعمل معاينه، وبعد كده اروح جاي رايح حاضر مزاد وازايد مع الناس. بس الحمد لله. بس حلوه، خبره حلوه وتجربه حلوه واستفدت وبتفيد الناس برضو. اه طبعا، هي اول حاجه تجربه مش يعني جديده. ما فيش حد عملها قبل كده. وفي نفس الوقت دايما كنت اسمع المزادات ان التجار هم اللي دايما متحكمين في الموضوع. لا، انا لقيت الموضوع عادي زي اي تاجر. انا بدخل ازايد وبعمل نفس اللي هو بيعمله، بجيب كراسه الشروط، وبعد كده بروح جاي رايح مزايد على السلعه، سواء شقه او عربيه. احنا هنتكلم بقى على الشقق والعربيات، يعني مش هنتكلم بقى على الحاجات اللي هي الخرده والحديد والكلام ده كله. لا، دي احنا دي بنتكلم على اي شخص عادي الحاجات اللي هي يعني. السلع اللي هي الاساسيه، اللي هي مثلا العربيه. ممكن واحد يشتري عربيه، عايز يشتري عربيه او عايز يشتري شقه، ده ممكن يدخل المزاد بالبطاقه الشخصيه. ما ده اللي انا كنت عايزه اسالك بقى، ايه شروط الاشتراك في المزاد؟ اي بصي، مزاد الاشتراك فيه هو يكون المزادات ازاي؟ يعني انا المزادات اللي دخلتها مزادات مختلفه. في مزادات تكون عربيات حوادث تبع شركات التامين، وفي مزادات بتكون تبع الجمارك، وفي مزادات بتكون عربيات تبع شركات او مصانع، بتكون عربيات بس مستهلكه بس سليمه. دي الانواع المزادات اللي انا دخلتها. ده بالنسبه للعربيات. والشقق بتكون مثلا شقق تبع بنك، تبع شركه. بس الشقق بتكون مثلا على مدار المحافظات. يعني مش شرط مثلا يكون عنده 10 شقق في مكان معين، لا، ممكن يكون 10 شقق متوزعين على كذا محافظه.
فده بالنسبه لي اول شرط في دخول المزاد، اللي انا بروح اجيب كراسه الشروط. يعني بشوف المزاد ده مثلا عربيات ولا شقق، الحاجه اللي انا محتاجها، واروح جايب كراسه الشروط من الخبير المتمم، وببدا اللي انا اتصفح كراسه الشروط كلها. لو عربيات بروح جاي داخل شايف العربيات، واروح جاي كاتب الانواع العربيه اللي انا داخل عليها. مثلا بعلم على 3 عربيات، وطبعا بشوف الشروط اللي مكتوبه، هل اللي انا هدفع فلوس العربيه دي ساعه لما يرسي عليا المزاد، ولا هدفع النص والنص بعد 15 يوم. كل الكلام ده على حسب، بيختلف من شركه للتانيه. تاني حاجه اللي انا وانا داخل المزاد بدفع تامين، لان انا هزايد مع الناس. فقبل ما ادخل قاعه المزاد بروح جاي دافع تامين. يعني بدفع الاول كراسه الشروط، وتاني اه حاجه بدفع التامين. اول حاجه بجيب كراسه الشروط دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بروح جاي جايب كراسه الشروط اللي هي فيها اصلا السلع اللي انا داخل عليها، سواء شقق او عربيات. وبعد كده بروح جاي بذاكر بقى كراسه الشروط، بشوف الحاجات اللي هو منزلها، بيكون فيها عموله للخبير المسمن. تاني حاجه بيكون في شرط التامين، انت هتدخل تدفع تامين قد ايه، ممكن يكون 20,000، ممكن يكون 30,000، ممكن يكون 50، على حسب ما هو محدد لك. وتالت حاجه ببدا بقى يقول لك المعاينه اساس البيع، اللي انت لازم تعاين العربيه او الشقه، وبعد كده يعني تروح بنفسك في مكان طبعا التجمع ده، او سواء الشقه في محافظه ما هتروح تشوفها وتعينها بنفسك عشان تشوف ان انت بالظبط هتقدر كده، تزايد عليها ولا لا. بالظبط كده. وفي نفس الوقت بروح جاي رايح اعمل معاينه للعربيه، وبشوف بقى العربيه دي عامله حادثه، العربيه دي سليمه، بشوف بقى التفاصيل بتاعت العربيه. وبعد كده بروح احضر المزاد، وبجيب بدفع التامين وانا داخل. طبعا بيكون معايا كراسه الشروط مكتوب عليها اسمي، وبدفع التامين. ده خلاص انا عملت 50% من الشروط بتاعت المزاد. وانا قاعد بيكون قايل لي بقى انت لو العربيه رست عليك هتدفع 30% ولا هتدفع 50% ولا هتدفع الفلوس كلها. ده كله بيكون موجود في كراسه الشروط. بمعنى اصح بذاكر كراسه الشروط كلها، علشان لو انا داخل اكون فاهم اللي انا العربيه دي او الشقه داخل عليها سعرها. بكون عامل زي شفت الشقه كلها باسعارها، شفت متشطبه ولا مش مش متشطبه، متشطبه، مثلا اقدر اصرف عليها ولا لا وبشوف عربيه. المتر في المنطقه دي يسوى كام، وببدا اشوف الاسعار واشوف الكلام ده كله، واشوف الشقه في مكان مميز ولا لا. وبعد كده بروح جاي نازل. هتستاهل السعر ده ولا لا، بالظبط كده. وعموما الاسعار بتبقى في المزاد بتبقى اقل من السعر بتكون اقل. الطبيعي. بصي هو انا طبعا بقول بتكون اقل، لان انا استفدت من الموضوع ده، وجبت شقه باقل من سعرها ب 200,000 جنيه. ما شاء الله. وعربيه بنفس السعر، جبت عربيه باقل من سعر السوق بحوالي 20% او 15%. ما شاء الله. فبالنسبه لي اللي انا متاكد ان انا لما بدخل مزاد بجيب عربيه او بجيب شقه باقل من السعر. ده اللي انا دخلته. تالت حاجه انا لما بدخل المزاد بشوف المزاد ده يعني العربيات دي حوادث ولا عربيات جمارك، على حسب السعر اللي انا داخل عليه. يعني لو عربيات حوادث دي ليها قصه تانية خالص هنتكلم فيها. لو عربيات سليمه بروح جاي متمن العربيه بسعر السوق، وبروح جاي عامل ايه، بشوف العربيه دي هل في عموله للخبير المتمن، وبحسب الونش اللي هيجي يشيل العربيه، وبحسب التصليح العربيه هيتكلف كام، وبحط اقل من السوق بحوالي 10% او 20%، وبكون عارف العربيه دي انا داخل عليها اخرها كام. تمام. طب انت احكي لنا عن تجربتك انت لما رحت مزاد عربيات، اول حاجه عملتها ايه؟ وفاهم الناس تجربتك من الاول للاخر. بص انا اول مزاد دخلته يعني كان مزاد الشقق. بعد كده حبيت بقى لما الموضوع نجح معايا في موضوع اللي انا جبت شقه، فحبيت ان انا اجيب عربيه. فانا بالنسبه لي خلاص عايز افهم بقى عن موضوع المزادات. كنت بجيب المزادات من على البيجات وعلى الجرايد، واشوف ايه المزادات اللي نازله. وبعد كده دخلت اول مزاد كان مزاد جمارك، وكان دخلت فيه كان عربيات نيابات. وده كان اول فيديو اعمله. ده انا كنت بعمل فيديو لان انا خلاص كنت جربت المزاد الشقق، ولقيت اللي هو اسعاره فيه كويسه. فدخلت مزاد الجمارك ده، وكان في هو كان جمارك ونيابات. فدخلت وعملت معاينه للعربيات. بس انا بصراحه اول مزاد وتاني مزاد ما رسيش عليا عربيه، بس دخلت وفهمت الموضوع. يعني انا بدخل بجيب كراسه الشروط، في تامين، بعمل معاينه للعربيه، طب بشوف العربيه دي سعرها كام. دخلت اول مزاد فهمت اسعار العربيات. تاني مزاد لقيت العربيات مقاربه للسوق، ما رسيش عليا. تالت مزاد هو اللي رسي عليا العربيه. يعني انا دخلت 3 مزادات فرسي عليا منهم مزاد واحد. يعني اهم حاجه انت كده بتوضحها، لازم يكون عندنا صبر، وان طبعا. احنا يبقى لازم نفهم في المجال بشكل ولازم اكبر. تسعى ورا هدفك. يعني انت مثلا عايز تجيب عربيه، انت لو نازل تشتري عربيه من من السوق، لازم تروح جاي رايح عامل معاينه العربيه دي، عشان تشوف العربيه دي فابريكا ولا لا، والعربيه دي محتاجه تصليح ولا لا.
وبعد كده نفس القصه، انت بتروح تجيب كراسه الشروط، وبتشوف طبعا العربيات اللي نازله دي سعرها في السوق كام، من 100 ل 200 الف جنيه، لان هو المزاد بيكون نازل مثلا 20 عربيه 30 عربيه. في عربيات، نتكلم عن العربيات السليمه، بتلاقي مثلا العربيات المتداوله في السوق 10 عربيات مختلفه الانواع والموديلات، فانت بتنقي 3 عربيات وتروح جاي رايح داخل عليهم، بتجيب كراسه الشروط وتروح جاي رايح مكان المعاينه، اه. تجيب بقى لو العربيه مثلا سليمه تشوف تصليحها هتكلف كام. انت تشوف برضو كنت موضح في احد الفيديوهات بتاعتك ان انت لازم تاخد معاك ايه، ميكانيكي او سمكري، ان بتجيبي هو مركز صيانه، اه مركز صيانه يفهم عربيات، العربيه او دي سمكري او محتاجه ايه. ميكانيكي بيشوف العربيه دي هل السمكره، لو عربيه مثلا عامله حادثه بس حادثه بسيطه، بتروح جاي شايفه الميكانيكي يقول لك مثلا قطع الغيار على العربيه دي هيكلف قد ايه، السمكري السمكره بتاعتها هتكلف قد ايه، تحسبيها. والعربيه دي اصلا بعد ما تعملي الكلام ده كله هتكون مش فابريكا، يعني انت لو هتشتري عربيه رشه دواخل او عامله حادثه، هتكون اقل من السوق بنسبه 20%. فانت بتحسبي ان العربيه دي لو انت هتشتريها سليمه من السوق، هتكون مثلا عامله 400,000. لو انت جبتيها نفس العربيه دي من مزاد، هتحسبي اول حاجه تصليح العربيه هيكلفك قد ايه، تاني حاجه بتحسبي العموله اللي بياخدها الخبير المتمم. يعني كمان في عموله؟ في عموله بتكون للشركات الخاصه، بيكون في عموله للخبير المتمم بياخدها، طب بتبقى حدودها قد يعني ايه؟ في رينج من 8 ل 15%، في الرينج ده بتحسبيها. ده لما يرسى عليكي بتشوف العربيه يرسى عليكي بكام، وبياخد عموله على المبلغ اللي يرسى عليكي. يعني بيدفع كراسه الشروط كراسه الشروط بتكون و... تكلفتها 150 جنيه او 200 جنيه، يعني لما تزيد بيكون 400 جنيه. تمام. ده اول حاجه. ومبلغ التأمين وبعد ولما كده بيروح بترسى يعمل عليه بقى. لا بيروح جاي رايح واخد كراسه الشروط، يعمل معاينه في مكان العربيه، وما بيدخلش على عربيه واحده. يعني لو انا داخل اشتري عربيه، انا بدخل على 3 عربيات، بحيث ان العربيه ما رستش عليا، في تانية ممكن ترسى عليا، التانية ما رستش في التالتة، بكون محضر 3 عربيات. وفي نفس الوقت بجيب سمكري او ميكانيكي، ده احسب لي العربيه تكلفتها كام تقريبا. وبعد ما احسب التكلفه، وبعد بشوف العموله بتاعت الخبير المتمم. تاني حاجه بحسب الونش اللي هيجي يشيل العربيه يوديها لي للسمكري، ده العربيه انت مش هتاخدها دايره. صح. بتحسبي الموضوع ده، تحسبي التنقلات بتاعتك، انت رحتي مثلا القاهره جبتي كراسه الشروط، بعد كده رحتي محافظه تانية شفتي المعاينه بتاعت العربيه، بعد كده رحت جايه رايحه ميعاد المزاد، الجلسه بتاعت المزاد، وقعدتي دفعت التامين. اول ما تدخلي الجلسه بيكون معاك كراسه الشروط، بتدفعي التامين على حسب ما يقول لك في هما كراسه اللي بيبقوا الشروط. محددين. بيقول لك التامين مثلا 20 30 40 على حسب التامين اللي هم محددينه، وبتاخدي ايصال بيه، وبتقعدي في قاعه المزاد، ويبداوا يزايدوا على عربيه عربيه. يعني مثلا لو 50 عربيه ينزل لك عربيه عربيه، اه. يقول لك ايه، البيع سياره سياره، اه. والبيع بالبطاقه الشخصيه، والعربيه لوت. ليه بقى العربيه لوت؟ لان ساعات العربيه الناس كنت تكون فاكره ان المزاد ده بينزلوا 5 6 عربيات مع بعض، فبيقول لك لا، طب انا هدخل اخد 5 6 عربيات ولا ايه؟ لا، ده للتجار. لا، هو بيحدد لك البيع سياره سياره وبالبطاقه الشخصيه، وفي نفس الوقت مش شرط بطاقه ضريبيه، والعربيه لوت. طب كويس والعربيه جدا. ترخص، لان في عربيات لا ترخص، اه. يعني بيحدد يعني لك. الحتة دي مهمة اه جدا. طبعا في عربيات بتكون لا ترخص، وفي عربيات لا ترخص. لا ترخص دي بتلاقي عربيات مثلا موديل الثمانينات، عربيه عامله حادثه مش هتتصلح، اه. بيقول لك لا يعني العربيه دي لا ممكن ترخص. انها تتباع كخردة وتتفك. تتباع بقى قطع غيار، التجار اه. هم اللي ياخدوها، دي شغلتهم. لكن احنا بنتكلم اللي هو لو لما تيجي تدخلي مزاد، بيقول لك العربيه ترخص او لا ترخص، بيحدد لك كل ما في العربيه. حلو، يعني مفصصين كل حاجة. كل حاجه مفصصينها في الاعلان. بس الفكره ان اللي انا الناس مش فاهمه يعني ايه مزاد، زي ما انا ما هو كنت ما شاء الله حاسس. حضرتك يعني وضحت الموضوع من A to Z، يعني انت عمال تشرح ربنا كل يخليك. حاجة والله انا بالنسبه لي بسلاسة. ناس كتيرة ممكن تقرا الإعلان ما تفهمش ده ايه. صح، نفس اللي حصل معايا. انا بالنسبه لي قريت الاعلان مره واثنين وثلاثه وما فهمتش يعني ايه مزاد. بس لما دخلت التجربه ورست عليا، يعني معلش هي دي تجربه ناجحه بالنسبه لي، طب انا ليه ما فدتش الناس بيها؟ خلاص انا استكفيت، انا جبت شاليه الحمد لله واشتريت عربيه. طب انا بالنسبه لي ليه ما اخدش التجربه دي لغيري ممكن يستفيد بيها؟ بس في نفس الوقت الصبر والسعي، اللي انت تجري ورا هدفك. مش مشكله اللي انت تقول لي انا في ناس بتكلمني بتقول لي طب انت ممكن تشتري لنا عربيه. لا، انا بقدم لك محتوى، بديك 30% من الشراء، انت ما عليك شاء ال الله. 70% الباقيين. انا بروح اصور لك، يعني انا في الفيديوهات اللي انت بنزلها سهلت على الناس كتير جدا جدا. انا ما اول شاء انا الله. انا اول فيديو نزلته كنت بنزله يعني بنيه صافيه، اللي انا انزله لاصحابي، اللي هو يا جماعه العربيات باقل من سعرها ب 100,000 جنيه، عشان كنت دخلت عربيات جمارك ولقيت العربيات بتنزل باقل من سعرها فعلا.
بس كانت طبعا باسعار عاليه، يعني مثلا بي ام، مرسيدس، العربيات دي. فانا بالنسبه لي حبيت ان انا اوضح الفيديو، ما كنتش عارف اللي هو ينتشر انتشار رهيب. انا اول فيديو عملته وصل لحوالي 11 مليون ما شاء في الله. شهرين، وبدات الاقي متابعين بقى عندي اللي هو لا عايزين نشوف بقى المزادات. فلقيت ان المحتوى هادف، الناس بتستفاد منه، مش محتوى تافه عمال انزل اي حاجه، لا. فحبيت ان انا اوضح لهم بقى بالظبط وبالتفاصيل، افهمهم الموضوع بيمشي ازاي. فبقيت انزل فيديو المزاد، مم. بعد كده اروح جاي اصور لهم العربيات، وبعد كده بروح جاي مصور لهم في جلسه المزاد العربيات بتتباع بكام. يعني بعرفهم اللي فيه مزادات العربيات بتتباع باقل من سعرها فعلا، وفي مزادات العربيات بتتباع بنفس السعر، وفي مزادات المزاد اصلا بيبوظ مفيش حد بيشتري العربيات. الشركه بتكون حاطه اسعار مقاربه للسوق او نفس سعر السوق، فالناس مش هتشتري، فالمزاد بيبوظ. تمام. طب ازاي اي عميل يستهدف العربيه في المزاد وممكن بسهوله ان هو يرسى عليه؟ بصي، اي حد عشان يستهدف عربيه اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم يشوف امكانياته، هو معاه كام. دي اول نقطه. مثلا معاه 100، معاه 150، معاه 200، خلاص يبقى هو داخل في مزاد في عربيات اللي هي متداوله. يشوف العربيات دي. هو هيركب مثلا عربيه موديل 2012، مثلا موديل عربيه اوبترا، عربيه افيو، عربيه لانوس، في رينج السعر بتاعه من 100 ل 200 الف جنيه، هنتكلم في الفئه دي. بعد كده يشوف المزاد العربيات النازله حوادث ولا سليمه. عايز يركب حوادث خلاص يبقى في نفس الوقت هو يركب عربيه موديل عالي بس فيها عيب، اه. مش فابريكا، بس بسعر قليل، مم. وهيضطر اللي هو يدفع عليها تصليح. دي لازم نقطه. يكون معاه الميكانيكي ويقول له كل حاجه. ويقول له كل حاجه. هنتكلم في موضوع الحوادث. تاني حاجه اللي هو لو عربيه اصلا سليمه ونازله مزاد بس بتكون ماشيه كيلوات عاليه تبع شركه او مصنع ايا كان اللي اه. منزلها، بيروح جاي رايح جايب انت كراسه شروط متهالكه شويه يعني مثلا عملت. متهالكه، بس اكنه شاري بس عربيه من السوق، شغاله. بس شغال. لا مش متهالكه. برضو العربيات اي عربيه في السوق ممكن لو انا اشتريت عربيه مستعمله ممكن تكون متهالكه. ما هو طبيعي انا لو شاري عربيه موديل 2013 واحنا 2023، ما هي قعدت 10 سنين صح شغاله، صح. فطبيعي اللي هي نفس المصنع، بس تمام. في نفس الوقت هو بيشوف العربيه دي عملت حادثه قبل كده ولا لا. وفي نفس الوقت طبيعي ان المصنع مش هيخم الناس. المصنع او الشركه هي بتنزل بتقول لك العربيه دي عملت حادثه واحنا صلحناها، هي عملت حادثه واحنا صلحناها، العربيه دي فابريكا يقول لك العربيه فابريكا، فانت رحت كشفت هو مش مستفيد منك حاجه. احنا يعني هو كمان دلوقتي عايزين نشوف الفيديوهات بتاعتك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، او فنعرض دلوقتي نروح نطلع تقرير عن الفيديوهات ونرجع مرة تانية. ورجعنا بعد الفاصل ولسه مستكملين حلقتنا النهارده عن المزادات، واحنا شفنا ما شاء الله فيديو مميز. انا شايفه ان يعني النشاط عندك على صفحه الفيسبوك واليوتيوب محقق ملايين المشاهدات وفي وقت قصير، فدي حاجه جميله جدا. هو كان اول فيديو اللي هو كان الفيديو اللي هو ازاي تشتري عربيه باقل من ثمنها ب 100,000 جنيه، والعربيه المرسيدس. هي العربيه المرسيدس هو ده كان مزاد نيابات، عربيات نيابات، وفعلا انا كنت داخل في المزاد ده. وفي عربيات كتير اتباعت من بادجت مثلا من 50,000 لغايه 150,000، بس عربيات لانوس، فيرنا، بس عربيات طبعا متهالكه، يعني عربيات نيابات وفي نفس الوقت موجوده في حضانه. والمزاد ده انا كنت داخل فيه. ده كان اول مزاد ادخله في العربيات، وكنت داخل استكشف بقى الموضوع واشوف العربيات فعلا بقى نفس الشقق ولا لا. والمزاد ده فعلا كان اسعار العربيات كانت انا كنت مستغرب من اسعار العربيات، كانت اسعار متداوله وفي نفس الوقت اقل من السوق بحوالي 10,000، 15,000، 20,000. جميل جدا. طب هل بقى بالفعل ان في ناس دخلت مزادات وتواصلت معاك وابتدت تتابع معاك وخطوه بخطوه ان هم فعلا دخلوا وابتدوا يشتروا؟ انا فعلا اول ما عملت الفيديوهات وبدات الفيديوهات تنتشر لقيت في ناس بتكلمني، لان انا مش حاطط رقم تليفوني لان انا مقدم محتوى. فبالنسبه لي في ناس كتير لو انا حطيت رقم تليفوني فالناس هتقول لي طب احنا عايزين ايه، طب عايزين نجيب عربيه. في ناس كتير بتفوضني ان انا اجيب لهم عربيات، فانا بالنسبه لي يعني انت اللي تنزل اللي المزاد انا انزل وانت المزاد اللي واجيب لهم العربيه. تخلص فانا لهم بالنسبه لي لا، انا العربيه. بقدم لك محتوى وانت تروح ايه تشتري. بس في ناس بقى تانية بتلاقيهم بيكلموني يقول لي احنا في الصعيد وعايزين نشوف المزاد الاقرب مزاد جاي حوادث، اروح جاي باعت له الصور، اروح جاي باعت له كراسه الشروط، واقول له المزاد ده في. فهو بيقول لي طب المزاد ده انت شايف اللي فيه عربيات هتنزل العربيات هتبدا سعرها من كام؟ اقول له بص، موضوع اللي انت هتبدا سعر العربيه، انت بتشوف العربيه اللي انت داخل عليها وبتتمنها وبتشوف سعرها في السوق كام، وتاكد ان هي هتنزل بنسبه اقل ان ده عربيات حوادث، فتلاقي نفسك اللي انت هتبدا تصلح وخبير متمن هياخد عموله، وهتلاقي نفسك الونش والكلام ده، فبتلاقي نفسك اللي انت هتدفع على العربيه. فانت تمن انت الحاجه بتاعتك وروح اشتري.
لا لكن انا بس عليا اللي يعني انا بديك ربنا يجازيك 30%. كل خير، انت بتوفر عليهم انا المجهود. بوفر عليهم، انا يعني يروح يجيب يشتري كراسة الشروط وبعدين يروح يعاين وبعدين ينزل المزاد، كل ده مجهود انا ووقت. والله كانت دي تجربه فعلا، تجربه نجحت معايا واستفدت منها، فحابب ان الناس كلها تستفاد، والفقير قبل الغني. يعني انا اهم حاجه عندي الناس اللي هم عايزين يشتروا عربيات ياكلوا بقى عيش. الناس دي بيكون يعني هو فجاه في ناس كتير اعرفهم كانوا بتلاقيهم محوشين 100,000 جنيه، قاعدين سنين بيحوشوها، وفجاه نزلوا يشتروا عربيه، العربيات بقت بدل اللي كانت ب 100 بقت ب خلاص 180,000. اسعارها عالية جدا. فبالنسبه لي انا حسيت الوجع اللي الواحد قاعد بيحوش وفجاه يلاقي العربيات كلها اسعارها في السماء. فحبيت ان انا الموضوع استفدت منه، فحبيت ان انا افيد الناس، افيدهم حتى لو بفيديو. يعني الفيديو ممكن يوصل للناس تلاقي مثلا نزل، بس اهم حاجه اللي هو يصبر ويدخل المزاد اكنه نزل يشتري عربيه، وفي نفس الوقت يركز وهو بيشتري العربيه. قبل ما نختم بسرعة بقى، نفسك تحقق ايه في الايام الجاية؟ بص، هو انا اكتر حاجه نفسي الفيديوهات بتاعتي توصل لناس اكتر، وفعلا احس ان فعلا في ناس بتستفاد من الفيديوهات بتاعتي وبتشتري. مش تجار بس، انا في تجار كتير بتكلمني، بس انا نفسي ان الشخص الطبيعي هو اللي يدخل المزاد ويسأل ويشوف يعني انت لما تكون عايز هدف اسعى ليه، هتلاقي ربنا بيجيبه لك وانت ما تعبتش فيه. يعني مثلا انا كنت داخل في موضوع الشقه وعايز اشتري شقه في الساحل، فلقيت ان انا الموضوع جالي بسهوله تامه. رحت بس حضرت المزاد، ربنا كرمني بالشقه، رغم ان انا كنت اصلا لو انا نزلت ادور على الشقق عشان اشتري مش هلاقي شقه بالسعر ده ولا بالمواصفات دي. فكل واحد بيسعى ربنا بيديله فرصته في الحظ اكتر يعني. واحنا النهارده كنا سعداء جدا ان انت كنت انا مشرفنا، اسعد. وللاسف الشديد وقتنا الحلو بيمر بسرعه، وبشكر استاذ محمد ابو النيل اشهر بلوجر مزادات في مصر على المعلومات المميزه اللي قدمتها لنا النهارده، وبشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه. كانت معكم نورهان محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.